كيعود 773 ألف سنة. أحافير بشرية اكتشفت في مغارة البقايا البشرية في محجر قرب الدار البيضاء عثرت بعثة علمية على بقايا نادرة لسلف الإنسان العاقل تعود إلى حوالي 770 ألف سنة. الاكتشاف يشمل 3 فكين بأسنان وعظام أخرى، ويعد من أقدم الشواهد المعروفة على تطور الإنسان. التحاليل العلمية تشير إلى أن هذه الرفاة تنتمي إلى سلف مباشر للإنسان العاقل على مسار تطوري مختلف عن هومو أنتسيسر الذي اكتشف في إسبانيا، مع تشابه في بعض السمات وخصائص حديثة تميز الإنسان العاقل. هذا الاكتشاف يعزز من جديد حقيقة أن أصل الإنسان العاقل في إفريقيا، وبالضبط في بلاد المور بشمال إفريقيا، ويمنح المغرب مكانة محورية في فهم تاريخ البشرية. وفي روسيا أو آسيا عفوا كدينيزوفان. إذن البقايا المكتشفة بمغارة البقايا البشرية بالدار البيضاء كتواجد في هذه الفترة، وهي يمكن كتشكلنا اليوم في ظل الخصائص اللي كتميز بها، سواء الخصائص اللي هي درسناها خصائص قديمة أو خصائص حديثة. يمكن كتلعب الدور ديال هذا المرشح، يعني رقم واحد باش يكون هو الجد أو السلف المشترك ديال هاد السلالات في هذه الفترة ديال 773 ألف سنة.